زاوية أخرى يمكن أن تفهم من خلالها قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو أنه نحن إذا راجعنا تاريخ الإسلام وتاريخ وقوع هذه الحادثة نجد أنها وقعت في سنة 60 من الهجرة، هذا من حيث الزمان، ووقعت في منطقة قريبة من الكوفة، هذا من حيث المكان، ووقعت بين طرفين أحدهما ابن بنت رسول الله والطرف الآخر شيعة علي في الكوفة، هذا من حيث الأفراد. لو نظرنا إلى هذه القضية من حيث الزمان والمكان والأفراد وقع أن الإنسان يصاب بعجب شديد. ما الذي حدث حتى أن الأمة الإسلامية وصلت إلى درجة أنها تتقرب إلى الله بقتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وبتلك الصورة الفجيعة التي ينقلها لنا التاريخ ما الذي حدث؟ أليسوا هؤلاء إلى الأمس القريب كانوا يعيشون تحت راية وتحت خلافة الإمام أمير المؤمنين في الكوفة؟ أليس هؤلاء كثير منهم قد رأى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع الحسن والحسين؟ لا إشكال أن كثيرا من الصحابة وكثيرا من التابعين كانوا إما رأوا سلوك وسيرة الرسول الأعظم إزاء الحسن والحسين أو كان